هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله كيك منحوت كده على شكل رقم 10 لبنوتة بقت 10 سنين. هنشوف النهاردة هننحته ازاي مع بعض بكل سهولة من غير أي تعقيد. قبل بس ما نبتدي الفيديو اوعي تنسي اللايك والشير، ويلا بينا على طول ندخل في صلب التورته. اول حاجه انا معايا هنا كيك مقاس 30 في 40، خبزاه في الكادر. يعني حطيت الكادر عشان اعلي الكيك واعمل مقدارين في الصاج مره واحده. ما تقلقيش الوصفة دي كاملة، هعملها معاكي دلوقتي بس شوكولاتة، يعني هي نفس الوصفة بس شوكولاتة. حطيت أنا عندي 8 بيض كبير، وكمان حطيت 700 جرام دقيق اسبونج فانيليا، وكمان حطيت معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وكمان حطيت يعني نص معلقة كبيرة من المحسن الجل. هبتدي بقى أخفق المكونات دي كلها مع بعض، وطبعا ما نسيتش نص كوباية المية. هبتدي بقى اخفق كل المكونات دي مع بعض في العجان لمدة 5 6 7 دقايق زي ما تاخد عشان تعلى معاكي بالشكل ده. وتبدأي تنزليها عندك في الصينية وتدخليها على درجة حرارة 180. بتقعد حوالي من نص لتلات ارباع ساعة عشان خاطر الكمية ما شاء الله كبيرة. هتطلع معاكي حاجة محترمة كده. ده كيك الفانيليا طبعا هيتقسم بالنص كده، وكذلك كيك الشوكولاتة. الحاجة الوحيدة اللي انا باخدها كعيب في المحسن هو انه بيعمل فراغات هواء كتير في الكيكة زي ما انت شايفة طبعا. تعالي بقى ننحتها. اول حاجة هننحت مع بعض رقم 1. فاول حاجة شلت اول ضلع كده، وكمان هشيل نفس الضلع بس من الناحية التانية هاخد كيرف كده على شكل رقم 8. وبعدين هشيل الجزء اللي من فوق بس بحردة، يعني شايفة انا عاملة زي نص دايرة كده، وهمشي نص دايرة كده بالسكينة اللي معايا بحيث تطلع لي الشكل ده. انا كده عملت رقم 1 بمنتهى السهولة. ممكن كمان تشيلي الزاوية اللي من فوق عشان خاطر يعني تظبط معاكي الشكل قوي ويديكي فعلا نمبر 1. تعالي بقى نشوف الكيك التاني اللي هيبقى على رقم 0 أو 0. هتشيلي الحواف بس، مجرد انك بتدوري الكيك معاكي وبتشيلي الزوايا، الاربع زوايا بتشيليهم كأنك بتعملي شكل بيضاوي مش اكتر من كده. ما شلتش حاجة غير الزوايا. هبتدي بقى اجي من النص، اسيب كده 5 سنتي من كل جنب، وابتدي في النص اخد نفس الشكل البيضاوي اللي انا اخدته من بره هشيله من جوه. ما تاخديش شكل كورة، لا خدي شكل بيضاوي عشان يدي معاكي نفس الشكل بتاع رقم 0 أو 0. تمام. وهشيل بقى الجزء اللي من النص ده. كل الكيك اللي انا شيلته ده انا هعمل بيه كيك بوبس، هنزلهولك بأمر الرحمن خلال الاسبوع ده كده في حلقة في وصفة كاملة. بس ده مش موضوعنا، هنجيبه على جنب عشان نفنش الكيك مع بعض. اول حاجة بقى انا هعمل كريمة الحشو والتزيين مرة واحدة. فانا هحط 450 جرام كريمة، وهحط عليهم 200 جرام سكر بودرة، وكمان هحط عليهم 4 معالق كبار من الحليب البودرة، وكمان هحط عليهم 900 جرام مية ساقعة متلجة. المية الساقعة المتلجة دي أنا حطها 900 جرام بس، على الرغم إن 450 جرام من الكريمة بياخدوا من 1000 ل 1050 جرام من المية الساقعة. بس عشان خاطر أنا عاملة كريمة عايزاها تبقى كريمة شارب وحادة عشان أنا هشتغل بيها من جوه ومن بره، فلازم تكون كمية المية فيها قليلة. وهوريكي دلوقتي. تاني نقطة، واحنا بنسقي الكيك ما بنسقيش زيادة. في الكيك اللي متقطع على شكل أرقام وزوايا ما بيتسقيش زيادة، عشان خاطر لو سقينا زيادة اللي هيحصل إن الكيك هيفطس، وهيفطس على بعضه، هينزل على بعضه، لأن المية أو السيرب بيديله تقل. تالت حاجة هنستخدم بقى قمع رقم 4، اللي هو القمع اللي بعمل بيه الوردة عشان خاطر أعمل شوية كده من الروزتات الواقفة. لما هعمل الروزتات الواقفة دي هتبان من بره، يعني الحواف كلها هتبان معايا لما أحط عليها الكيك التاني. فعشان كده أنا عاملاها بشكل روزتات. كمان هحط 200 جرام من سمن نوتيلا البيضة عشان خاطر البنوتة بتحب اللي هو الصوص الأبيض بتاع النوتيلا. وكمان حطيت الجزء التاني من الكيك عليها، حتى لو اتقطع منك الكيك مفيش اي مشكله، انت كده كده هتسستميه على الطبقه اللي تحته، فبالتالي هياخد نفس الشكل فما تقلقيش. تاني حاجه هبتدي اسقي برضو، وبرضو مش كتير عشان ما تقلش الحاجه. لو هتلاحظي هتلاقي ان في نقط من الميه نزلت على البورد، فبالتالي مش هقدر اسلمها بالشكل ده. فابتديت ان انا اغلف البورد اللي معايا بالورق اللي انا جايباه من محلات التزيين بتاعه الورود والورد الصناعي، وايد تحت وايد فوق، وهقلب مره واحده كاني بقلب حله محشي كده. تمام. ابتديت بقى اظبطها كده شويه، طبعا تدي شكل الطف واحلى بكتير. نقلت الاتنين على نفس البوردات وهبتدي اشتغل في التلوين. قسمت بقى الكريمه معايا نفس الكريمه اللي انا حشيت بيها، انا كنت عامله
مقدار زيادة، فشوية هحط فيهم لون بنفسجي وشوية هحط فيهم لون أزرق. والأزرق والبنفسجي مش هزود قوي يعني، بس يا دوب يديني الدرجة أو اللون الصريح اللي أنا عايزاه. وهبتدي أشتغل على طول، هشتغل بأزرق وبنفسجي وابيض، وكمان زودت هنا شويه من اللون الموف ونقطه من اللون الازرق عشان اخد بس لون صريح شويه، لان اللون كان فاتح قوي، فكده هيديني يعني ايه، الوان فيها شويه شحوب كده على التورته، وانا مش حابه ده. فهنبتدي بقى نزود كده شويه. استخدمت هنا قمع الاكلير 9 اف تي، واستخدمت هنا قمع البسكوت اللي هو 5 اف تي، وكمان استخدمت 336 اللي هو قمع الورده او النجمه. هبتدي بقى امكس كده، احط شويه من اللون الابيض شويه من اللون اللبني، وهبتدي بقى اعمل الروزيتات كده وانا شغاله. الروزيتات دي هعمل شويه روزيتا شويه ورده وهكذا. طبعا الموضوع مش محتاج شرح، فهكلمكم في حاجه مهمه. الكيك ده للناس اللي مش بتحب الكريمه كتير في التورته، فبعد ما تحشي وبعد ما تغلفي لابد تدخليها التلاجة في العلبة بتاعتها، لأن لو دخلت التلاجة وباتت من غير العلبة الحواف بتاعتك هتنشف وهتبقى متيبسة، فبرودة التلاجة هتنشف الكيك اللي ظاهر، فبالتالي لابد تدخليها في العلبة بتاعتها. ضروري قوي 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 النقطة دي، عشان خاطر الحواف بتاعت الكيك باينة، فلابد تدخليه في العلبة عشان تفضل محتفظة بالرطوبة بتاعتها. خلاص ظبطنا كده روزيتات، طبعا على أشكال متباعدة يعني، مش بحط اللبني جنب اللبني، لا بحط اللبني جنب الأبيض وافرق باللون الموف بحيث إن أنا أوزع الألوان اللي عندي على كل الكيك. كمان هحط شوية كده من السبرينكلز عندي، شوية باللون الموف شوية باللون الأبيض، يعني شوية حركات كده. يا سلام بقى لو عندك ورق فضة برضه هيبقى لايق قوي، بلاش ورق ذهب، ورق فضة عشان الألوان تبقى ماتشنج حلو. وكمان كنت عاملة شوية كده من طبارات إلسا قطر 5 سنتي، ممكن تكبري لو عايزة، وابتديت إن أنا أحطهم كده في الكيك اللي عندي بشكل متفرق شوية عشان يديني المنظر اللطيف ده. شوية كور كده من اللون اللولي، يعني شوية حركات. طيب بالنسبه بس لجزئيه التسعير طبعا هسيبها لك تحت في صندوق الوصف، بس انا عارفه ان في سؤال مهم قوي هيتسال، اللي هو سؤال الكيك اللي انت خدتيه من الكيك ده عملتي بيه ايه. اول حاجه انا هعمل بيه كيك بوبس لنفس البنوته، طالع اوردر يعني معاها مع الكيك، فبالتالي هعمل كيك عادي اللي هو التورته والكيك بوبس. طب انت لو طلب منك الموضوع ده، والله انت بتعرضي على العميل تعملي له الكيك بوبس اللي طالع، تعملي له من الكيك اللي طالع من التورته الكيك بوبس عشان خاطر ما يهدرش معاكي في حاجه. او لو هو مش محتاج الكيك بوبس، فانتي هتعرضي عليه حاجتين: اما انك هتاخدي الكيك ده ليكي انتي خالص بما ان ده مكسب ليكي، وساعتها هتخصمي سعره من سعر التورته، او انك تعرضي عليه انه ياخد الكيك دوت من غير ما يدفع فلوس زياده في حق التورته، لان الكيك ده من حقه، لان هو اوريدي دافع حق التورته كامل. فانتي عندك كذا اوبشن، اختاري الاوبشن اللي يناسبك وتوكلي على الله. بالنسبه بقى للتسعير هسيبهولك تحت كامل في صندوق الوصف. ربنا يوفقكم يا رب يا احلى واجمل فانيليات. ما ننساش ندعي لاخواتنا، ما ننساش نتبرع لاخواتنا، ما ننساش دايما احنا مقاطعين، ربنا ينصرهم، اللهم امين يا رب. ربنا يوفقكم يا احلى فانيليات، وصباحكم دايما زي الفل.